جبتلكوا سر عصير الفراولة بتاع أكبر الكافيهات والفنادق. اذكروا الله وصلوا على الرسول، والسر في مكون واحد مش هتصدقوا هو ايه. هتعملي بيه أحلى عصير فراولة بيور طبيعي 100% اللي بيتقدم في الفنادق الكبيرة وفي الكافيهات العالمية. اذكروا الله وصلوا على محمد. حطي لايك حلو للفيديو ولايك وشير كتير يا حبايبي. عندي هنا أول حاجة كيلو من الفراولة مغسول كده وزي الفل زي ما انتوا شايفين. هنجيب عندنا الخلاط وهنبدأ نقطع الفراولة حتت كده. هي الفراولة أي نعم رقيقة وما بتاخدش ضرب كتير، ولكن ريحي السكينة بتاعت الخلاط بتاعك. برضو قطعي الحاجة، ما تحطيش الحاجة سليمة زي ما هي. تمام كده. هنقطعه كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. الفراولة كبيرة وحلوة ما شاء الله ومالية السوق، والسر في مكون خطير وهنحطه ومش غالي ومتوفر. بعد كده هجيب عندي كوباية من السكر، هبدأ أحطها كوباية صغيرة يعني ما تكونش كبيرة وعلى حسب حبك للسكر. والمكون السحري باكو من الجل، جل كوكس جل دريم. هنحط باكو إلا ربع. تمام كده. طبعا أنا يعني على كيلو الفراولة ممكن نحط كيلو وربع فراولة، ممكن نحط عليه باكو الجيلي كله. بعد كده بحط ميه متلجه مشبره، لان الميه بتبقى اداه ربط للعصاير يا جماعه، الميه المشبره. تمام. بعد كده بقى حطي الخلاط بتاعك واضربيه ضرب مبرح، هتلاقي كده القوام بتاع الفراوله بقى سحر زي اللي بيتباع بره بالظبط، وزي اللي بيتقدم في الكافيهات الشهيره. ليه بنقول هو ليه العصير بتاع البيت بيبقى صايص كده، مش زي بتاع الكافيهات؟ جبتلك السر يا ست الكل. شايفين القوام؟ بحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا، ولايك وشير كتير عشان نفيد الغير، واستنونا في وصفات حلوة كتير. كنتم مع شيف هدير.